إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. أكيد المغاربة كلهم يعني تقريبا 40 مليون مغربي تبعوا الحمد لله اليوم القرار ديال إلغاء الشعيرة ديال الأضحية أو عيد الأضحى. الرؤية المولوية السديدة في هذا الإطار هذا، واللي أكيد العديد من المغاربة خصوصا غنتكلموا على الطبقة المعوزة، الطبقة الفقيرة، الطبقة المسحوقة اللي استقبلت هذا القرار بكل فرح، لأنه أكيد كيف ما قلنا يعني مؤخرا بدينا كنشوفوا واحد الشريحه اللي ولات كتعاني بشكل كبير بزاف، خصوصا هذا الغلاء العديد من الامور. ولكن في الطرف الاخر اكيد الناس اللي عندهم كما كنقولوا موجدين هذا العام باش يبيعوا رؤوس ديال الاغنام، فاكيد كيف ما كنقولوا ربما نقدروا نقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، ولكن بالنسبه للعدد كبير بزاف من المغاربه خصوصا كما قلت الطبقه اللي ما عندهاش حتى شليله، فاكيد مستقبله هذا القرار بكل فرح. غادي معنا اليوم مصطفى العربي اللي اكيد غني عن التعريف، اللي غادي يتكلم معنا حول هذا القرار ديال الغاء شعيره عيد الاضحى. خليكم معنا نسمعوا هذا الحوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدافع اللي نتكلم في هذا الموضوع هو الاحتكاك ديالي كثيرا، نظرا أنني فاعل في المجتمع المدني، الاحتكاك ديالي كثيرا مع الطبقة المعوجة ومع الأسر اللي عندهم أيتام وأرامل. في سنة 2024 وفي سنة كذلك 2023 والشيء قليل في سنة 2022. أقسم لكم بالله العلي العظيم قبل ما ندخل في صلب الموضوع كثيرا، إلى غير 5 أسر 5 أسر كيجينا الهاتف ما معيطش، فلان جار باقي ما معيطش، أو جارة ما عندهاش، ميت لي الراجل، امرأة طاعنة في السن ما معيداش. طيب لما الإنسان كيبغي يدير الخير مثلا كيديروا، ما غاديش يغلبوا، ولكن كل شيء ولا ما عندوش، كل شيء ولا يشتكي الفقر ويشتكي الضعف. حتى هذوك الناس اللي كنتي كتصل بهم كتقول لهم ودي راه كاين واحد الفقير مسكين ما معيطش، كيقول لك الحولي غالي، كيقول لك الحولي راه داير 7000 درهم. اقسم لكم بالله العلي العظيم انا واحد الصديق ديالي في سنه 2024 في اخر يعني كما نقولوا مثلا اليوم وغدا العيد كنقلبوا كنمشيو للمحلات، حولي صغير حشومه ديه الواحد يعيد به، بشحال كيقول لك 6000 درهم 7000 درهم. كيفاش هاد الفقير وهاد المسكين وهاد الضعيف وهاد الارمله غادي يفرح بالعيد؟ مجموعه من الناس ما عيدوش، لكن كما يقال اذا عمت هانت، اذا عمت هانت. من هذاك الفقير او هذاك الارمله كيفاش ما غيفرحش بهذا القرار؟ كيفاش هذاك الفقير اللي ما عندوش وكيشوف ولادو دايرا به نهار العيد وما ذابحش، كيتسنى جارو حتى يذبح ويجيب لي شويه اللحم وشويه الكبده، كيفاش غادي يرتاح في هذاك النهار كامل؟ كيفاش غادي يرتاح؟ كيفاش غادي يرتاح مني غيشوف الناس جايين من المصلى وغيذبحوا وشاد ولادو عنده؟ لكن مني غيشوف كلشي من معيط غيقول الله على راح الله. دابا الناس انقسموا جوج ديال الاقسام، من الناس فرحانين الحمد لله مزيان، ما عندهمش رمضان باش يصيروا، والتقضيه ديال رمضان كاين اللي باقي ما تقداهاش، كاين اللي باقي الله واحد غير مع الزيت والسكر وكيتضارب وكيخمم العيد قبل من رمضان وكيخمم وكيفكر العيد، يعني شاغلوا العيد. حتى هذاك القطيع المستورد غالي تا هو، يغلاو الشناقه. يعني الدوله وامير المؤمنين حفظه الله بغاو يقربوا شكون اللي غيعاونهم، يعني غير مع بعضياتهم غير الناس البسطاء مع بعضياتهم شي باغي ياكل شي. الناس دابا كاين اللي فرحان، علاش فرحان؟ لانه مسكين العيد اللي فات راه معيد اصلا، والعيد اللي فات تمحن وشاف ولادو كيشوفوا فجار معيد، هو كيتسنى وحابس ولادو، كيفاش ما غاديش يفرح؟ كيفاش؟ اما الناس اللي ما فرحانينش
هما الناس اللي عندهم الكسيبه كما نقولوا عندهم واحد كاين اللي عنده 1000 راس ديال الغلام 500 600 كيتسنى هذه الفرصه، وغتشوف اثمنه خياليه لان كل شيء ضعف، كل شيء نسال الله السلامه والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من زمن الغلاء، حذرنا من هذا الزمان هذا، نسال الله السلامه والعافيه. هذا ما غاديش يفرح، هذاك اللي عنده القدره الشرائيه حاولي كيوصلوا حتى للدار راه غادي تا هو ما غاديش يفرح، يقول لك شوف ما كاينش العيد هذا العام وغيتاسف وكذا. ولكن الفقير الذي كيلغي العيد بنفسه مسكين، كيشوف حتى كيعيا كيقول لك هذا العام ما يمكنش، ما كيقدرش يخرج يطلب. كاين الناس قسما بالله ما كيقدروش يخرجوا يقول لك راه ما عنديش، ما يقدرش يخرج يقول لك في العيد راه ما عنديش. راه مهما نقول مالك الفقراء راه حس بهم، راه عطى الاوامر ديالو العام اللي فات باش الناس يدخلوا القطيع وفتح لهم باب السراد، ولكن ضوبلوا الثمن. شحال قدو يهضر وشحال قدو يحضي وشحال قدو فينا هو العوين. لما قال العيد ملغي راه شوف شكون اللي فرح به هذاك الفقير. راه قسما بالله الى ما اقول شاهد عليه، ما اقوله انا راني شاهد عليه، الى عشت مع الاسر الفقيره وحتى انا كنت واحد منهم، كنا باقي صغار باقي كنقراو، قسما بالله الا كنا باقي غير نهار العيد وباقي الحولي ما دخلش للدار. كيفاش غادي تفرح وانت جارك معيد وانت ما معيدش؟ كيعاني كتشوف يعني الاب او الام. خلي شوف لما يكون الاب في الاسره راه كاين واحد السند، راه كاين بعدا غادي يتسلف ويتكلف ويجيب لك الحولي. لكن لما كتبقى الام، انا قسما بالله لا شاهد على اسر ما عيدوش العام اللي فات. كيفاش غدير؟ شاطت لك 2000 درهم باغي تصدقها، مثلا شاطت لي 2000 درهم او 3000 درهم او 4000 درهم بغيت تصدقها، والله ما لقيت حولي ديال 4000 درهم. واحد الاسره بقينا نقلبوا وعيط، ولكن في الاخر ربي راه جاب لهم رزقهم، ولكن بالشق الانفس، يعني بالشق الانفس باش هذاك الفقير مسكين. دابا اي واحد نسولو فقير ما عندوش يقول الله على راحه ارتاحينا ودي كلشي ما غيعيطش، حتى هذاك اللي عنده الفلوس ما غاديش يعيط. اذا عمت هانت، اذا عمت جميع الناس، حدث عام كلشي عنده هذاك الشيء هذاك. كما قلنا جا زلزال ضرب كلشي، ماشي ضربك غير انت في دارك بوحدك غتخلع وتقول ما لله. ملي كتشوفوا اذا عمت هانت، جات كورونا ظهرت على كلشي، اذا عمت هانت. ولكن المصيبه لما تصيبك وحدك ويكون حدث خاص تما غيكون قاصح. بمعنى في العيد من يكون راه احيانا شوف لما الله قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو الفقير ومن هو المسكين؟ هضروا غير على الفقير وهو المسكين. الفقير من لا يملك قوت يومه، الفقير ما عنده مي كيمشي كيخدم كيجي الا جاب شي فلوس راه ياكل، ما جابش راه ما ياكلش. المسكين لما تكلم الله على المساكين في سوره عفوا في السوره ديال اللي ذكر الله تبارك وتعالى القصه ديال الخضر عليه السلام في سوره الكهف اللي كتقرا كل جمعه عفوا. يعني لما ذكر الله هذه القصه قال فاما السفينه فكانت لمساكين. هو مسكين وعنده سفينه، قد يكون عنده سياره ولكن مسكين، الا جا غير شي حدث كبير دا ليه فلوس كاملين، الا جاتو غير شي مرضى مسكين بسيطه دات ليه فلوس كاملين، جا غير ولدو طرا ليه شي مشكل ما عندوش زياده. راه العيد قسما بالله الا شاهدت ناس باعوا الطوموبيل ديالهم عيد، يعني ناس راه هازين الهم. راه واخا تقول باقي العيد باقي لي 4 شهور والى اخره وباقي العيد، ولكن الناس راه هازين الهم. راه دابا 90% من المغاربه قالوا الله على راحه، و10% حديث اخر. لكن شكون هما هذوك اللي قالوا الله على راحه؟ هم الفقراء من لا يملك قوت يومه، او المسكين عنده غير واحد شهير على قد الحال كيشدو، او مثلا طالب معاشه او الى اخره. كيف لا يفرح بهذا القرار؟ كيفاش ما غاديش يفرح؟ ناهيك على امور اخرى لا اعلمها، لكن ما اعلمه ما عشته، لانني ترأس جمعيه للايتام منذ سنه 2019 الى يومنا هذا. نعم ترأس جمعيه الايتام، انا قريب الايتام وقريب الفقراء. يعني ملي كتكون عندك جمعيه راك كتشوف ناس. دابا نفتح لكم غير الصفحه ديال الجمعيه، حتى شي واحد ما كيقول لك واش كاين شي واحد نعاونو، كلشي باغي غير المساعده. يعني كلشي كيقول واش كاين شي قفه في هذا رمضان، كلشي كيقرب عيد كيقول لك ما تنساش ليا الا كاين شي عيد راه ما عنديش. ما كاينش ميساج واحد نفتح لكم دابا 400 ميساج او 500 ميساج، ما كاينش شي ميساج فيه واش كاين شي واحد نعاونو. كلشي ولا كيتشكى، كلشي ولا ما عندوش، كلشي ولا خايف. نسأل الله السلامة
والعافية. يعني بالنسبه لكم انتم بطبيعه الحال، من خلال كما قلتي القرب ديالكم من هذه الطبقه، من هاد الناس الايتام، اكيد الناس اللي كما قلتي ما عندهمش استقبلوا هذا القرار بواحد الفرحه. انا نعم نعم. ولاحظنا الناس يعني لدرجه انه بدا واحد الضحك يقول يعني تهنينا، لان كان هذا واحد الهم كبير. رمضان نعم. العيد مور العيد المدرسه، يعني كانت واحد الضغط كبير. شوف، هو باش احنا في بث مباشر، والبث المباشر كيبين لك عده اشياء. يعني نظرا تعالى كاين مجموعه من الناس كيقول الله على راحه، وكاين مجموعه من الناس عكس ذلك. حنا كنهضر انا خروجي اليوم اتكلم على واحد الطبقه اللي راني عشت معها، واحد الطبقه اللي كنت كنحمل لها واحد الهم كبير، نظرا انني عندي الوثائق ديالهم نوريهم لصورتهم والفقر. هذوك الناس او جار مثلا ما عندوش كتهز ليه الهم، او جاره ما عندهاش كتهز ليه الهم. نعم. علاش؟ لان الناس قسما بالله الا كاين اللي كيبيع الطوموبيل باش يشري العيد، واش سحاولي الصغير 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم، كيفاش غادي تشري هذا؟ كيفاش؟ الناس اللي عنده جوج اسر، الناس اللي مسكين عنده الصالير ديالو غير 4000 درهم وكاري، كيفاش غيدير؟ لذلك انا اتكلم على الطبقه الفقيره بصفه فاعل في المجتمع المدني، فاعلا في المجتمع المدني، رئيس جمعيه بسمه يتيم الاعمال الاجتماعيه الكائن مقرها في جماعه سيدي عبد الكريم عماله سطات قياده املال. كاين مجموعه من الفقراء الناس ديال كيقول والله اخويا الا كلام صحيح، والله اخويا الفقير الا فرح مسكين بزاف. واش عرفتي علاش فرح ولا ما عرفتيش؟ راه العام اللي فات ما عيطش مسكين، العام اللي فات عيا ما يدور وعيا ما يقلب وما لقاش وما عيطش، وشاف الناس معيدين، دابا غيشوف كلشي ما عيطش. اذا عمت هانت. راه شكون اللي كيتفكر المسكين، وشكون اللي كيتفكر هذاك الفقير، وشكون اللي كيتفكر هذاك الدرويش؟ راه كيتفكروا غير هذاك اللي في حاله، اللي في حاله امت عليه ومعيط والله ما يتسوقك. راه كان هادشي في الاحياء الشعبيه، كتقلب على داك الجار اللي معيطش وكيتفارضوا ليه الناس وكياخذوا. كاين ناس ما كيرضوش، ما كيقولش راني معيط، كيمشي لشي بلاصه وكيجلس فيها حتى كيفوت العيد وكيجي. راه في هذا الزمان نسال الله السلامه والعافيه ديال الغلاء وارتفاع الاسعار والشناقه ساهموا بواحد الشكل كبير لارتفاع الصاروخي ولكن ها النتيجه، هذه هي النتيجه. فنتمنى الله تبارك وتعالى انه يغني فقير المسلمين. نتمنى الله تبارك وتعالى اي فقير ان يخرجهم الله من الفقر الى الغنى. نتمنى الله تبارك وتعالى ان يجعل الايام ديالنا كلها فرحا وسعاده، ونتمنى الله تبارك وتعالى تبقوا على خير ان شاء الله. اذا مشاهدين شوف تيفي، بطبيعه الحال كيف ما قلنا بزاف ديال الناس ديال المواطنين اللي مع هذا القرار، وكاينين كما قلنا بعض الناس اللي ربما عندهم الارباح كينتظروها في هذا عيد الاضحى. فكما كنقولوا هذه مساله اللي ما عجباتهمش. غير واحد المساله اللي بغيت نشير لها وننبه لها خوتي المغاربه وخواتي المغربيات، ردوا بالكم، لانه كاين بعض الكراغله او بعض الدخلاء اللي كينتميو بلد السوء، واحد البلد جار ديال السوء. كنشوف من خلال التعاليق تطبيع كذا. انا اللي كنتمنى من خوتي المغاربه وخوتي المغربيات يكونوا ذكيين ويعرفوا بانه الرؤيه المولويه السديده راه بطبيعه الحال رؤيه اللي راعات الطبقه الفقيره في المجتمع المغربي ديالنا. اذا حنا هذوك الناس اللي غيبداو يفتيو علينا واللي هما خاص اللي يفتي عليهم، وهما خاصهم بعدا يشوفوا راسهم لانهم فيهم الحسد، فيهم البغض، فيهم بزاف ديال الامور اللي هي من شر ما خلق. فما نتسناوش هما يجيو يديروا لنا التنظير وهما يجيو يقولوا لنا حكا وكذا. هذيك هضره كنتمنى انكم تردوا البال منها وعرفوا بانه المغرب راه عنده خصوصيه ديالو، واهل مكه أدرى بشعابها. الحمد لله، هذا بلد دين، هذا بلد دين وبلد توحيد. الحمد لله. يخرجوا العلماء الكبار، أنا على يقين أنه غدا أو بعد غد غيخرجوا العلماء الكبار من أجل توضيحها وتبيين هذه المسألة فيما هو ديني. أنا ما تكلمش على ما هو ديني، انا تكلمت على واحد الطبقه، ما هو اجتماعي، الصوره ديالها ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي. الله يرضي عليك. هذا هو الشيء اللي كنتكلموا عليه دابا. الحمد لله، هذا بلد العلم، وهذا بلد القران، بلد الاولياء، بلد الاولياء الحمد لله. وهذا بلد جلاله الملك يخدم القران ويخدم من يخدم القران ويقرب حفظ القران لمن اراد ذلك.
شاء من شاء وأبى من أبى، نقولها ونشهد الله عليها أننا قرينا في مدارس كتجي نفقه خاصه من جلاله الملك باش كنا كناكلوا كنشربوا تحفظنا القران. الحمد لله. اذا المشاهدين شفت بك كما قلت لكم، ردوا البال، الله يرحم لكم الوالدين. الكراغله ردوا منهم البال. جار السوء بطبيعه الحال كينتظروا بحال هاد الفرص باش يدخلوا يهجموا علينا ويهجموا على المقدسات ديالنا، فكنتمنى انكم تردوا البال، ردوا البال، ردوا البال مره اخرى. الشعار ديالنا الخالد، الله الوطن الملك. بقى لي ان نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، والله يصوب للجميع. عواشركم مبروكه، ما تمشوش بعيد، باقي معكم على قناه شاب قناه شوف تيفي. الى اللقاء.